بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد رجالنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نواصل هذه السيرة العاطرة، سيرة الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. هذه السيرة المليئة بالمواقف والمشاهد العظيمة لرجل من عظماء الدنيا والآخرة، الإمام علي كرم الله وجهه، لنرى هذا الطفل ربيب الوحي في هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، نحن نلتقي نعيش معا وسويا مع هذه الشخصية، مع ربيب الوحي. العجيب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تربى في بيت أبي طالب، فكان أبو طالب أبوه، وأسماء بنت أسد أمه، وطالب وجعفر وعقيل وعلي وجمانة وأم هانئ وريبة إخواته وإخوانه. ويأتي دور علي ابن أبي طالب فيعيش في بيت النبوة، فيكون له النبي محمد أبا، والسيدة خديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين أما، وبنات النبي إخوته فاطمة الزهراء وكوكب الإسلام أم كلثوم وزينب. هؤلاء هكذا كان أو نشأة الإمام علي كرم الله وجهه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس إن أهل مكة أصابتهم فاقة وفقر شديد أو أزمة اقتصادية، وأبو طالب كثير العيال وفقير، فهلم بنا نذهب إلى أبي طالب تأخذ منه ولدا وآخذ ولدا فتربي هذا الولد وأنا أربيه. ودي كانت فكرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكرة يا ليتها نطبقها في الأسر والعائلات عندنا. لما يموت أخ ليه ولاده ما يتدخلوش الإخوة في المساعدة، ولما يكون واحد فقير لإخواته ما يتكفلوش بقية ولاده ويعاونوه في تربيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم دي كان فكرته، فراحوا لأبو طالب وقالوا له الأمر، يعني يا ريت كل واحد مننا ياخد ولد من أولادك يربيه لك عشان يكفيك مؤونته. فأبو طالب قال لهما اترك لي عقيل وافعل ما تشاء، سيبوا لي بس عقيل وخدوا اللي انتوا عاوزينه واعملوا اللي انتوا عاوزينه. فالعباس قال انا اخد جعفر، فربى جعفر بين أولاده. والنبي محمد أخذ عليا وكان لديه من العمر 5 سنوات، فعاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل 10 سنوات. نتخيل علي في سن ال5 سنين ويعيش في بيت في النبي محمد وفي السيدة خديجة رضي الله عنها. التربية يبقى شكلها ايه؟ التنشئة يبقى شكلها ايه؟ التوجيه شكله ايه؟ الملاحظات اللي ياخدوها عليه ايه؟ كيفية التربية ازاي مع خاتم المرسلين وأمير الأنبياء وسيد ولد آدم ولا فخر وسيدة نساء العالمين السيدة خديجة رضي الله عنها. ازاي الولد ده هتطلع تربيته؟ لما وصل 10 سنين
ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنت السيدة خديجة، فكانت أول من أسلم على الإطلاق. وإذا بعلي يدخل عليهما وهما يصليان سرا، بيصلوا جوه البيت وهو عايش في البيت، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة بيصلوا الصلاة اللي هي بلا أعداد في الركعات، يعني ملهاش عدد معين، وأذكار وتسابيح. فقال ماذا تصنعان؟ لقى النبي ماذا تصنعان؟ بتعملوا إيه يا محمد؟ قال نصلي. قال لمن؟ قال لله. قال ومن الله؟ قال الله الواحد الأحد وحده لا شريك له، لا والد ولا ولد، فرد صمد. فقال له واللات والعزى ومناة ويوسف ونائلة؟ قال لا، هؤلاء شركاء مع الله، لا نعترف لا باللات ولا بالعزى ولا بمناة ولا بيوسف ولا نائلة ولا أي تمثال. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع علي وابنه 10 سنين. شوف الحوار، كأنه بيتعامل مع راجل كبير، فبيقول له يا علي أتسلم؟ إيه رأيك يا علي؟ أتسلم؟ فقال علي لابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كنت أقطع أمرا حتى أخبر أبا طالب، أنا ما أقدرش أقول أي حاجة إلا لما أرجع لأبويا الأول أبو طالب أقول له. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتضح أمره، الأمر لسه سرا ومفيش حد أسلم لسه إلا خديجة، فيعني ومش عاوز الأمور تنكشف. فقال له يا علي إذا لم تسلم فأطلب منك طلبا. قال له عاوز إيه يا محمد؟ قال له اكتم عني هذا الأمر. يعني إيه؟ شوف بقى تعامل النبي، تعامل النبي. وهنا الأب اللي المفروض يتعامل مع أولاده، اللي المثل بيقول لنا إن كبر ابنك خويه، إن كبر ابنك خويه. النبي بيعامل علي وعنده 10 سنين كأنه راجل كبير. فقال يا علي إن لم تؤمن فاكتم عني هذا الأمر، ما تقولش لأبوك. فلم يخبر أباه وكتم الأمر. فلما بات هذه الليلة الإمام علي بيقول فأخذت أفكر في هذا الدين الجديد فوقع الإسلام في قلبي. بدأ قلبي يحدثني بالإسلام، ده احنا بنتكلم على ولد عنده 10 سنين. فلما استيقظ من نومه بيقول ذهبت إلى محمد وقلت له بما كنت أخبرتني بالأمس يا محمد؟ قال أخبرتك أني نبي آخر الزمان وأني رسول الله وأن الله واحد أحد لا إله إلا هو لا شريك ولا ولد ولا يوجد اللات ولا العزى ولا مناة ولا يوسف ولا نائلة ولا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها نفعا ولا ضرا. فقال علي إني أسلم يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم علي وبدأ يصلي مع السيدة خديجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو بكر وأسلم زيد بن حارثة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في كتمان هذا الأمر ولم تعلن الدعوة بعد، حتى خرج إلى الصحراء في بعض الأيام للعبادة وأن يعبدوا الله عز وجل على دين الخليل إبراهيم، أو الصلاة اللي هي قبل الإسراء والمعراج، صلوات أدعية وأذكار ليست كالصلاة التي نصليها الآن التي فرضت بعد الإسراء والمعراج. حتى كان بوادي نخلة، سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم بيصليان في وادي نخلة، مكان اسمه وادي نخلة أو بطن نخلة. فجاءهما أبو طالب، أبو طالب دور على علي ما لقوش في البيت، راح يدور عليه فوجد النبي وعلي بيعملوا حركات كده، بيركع بيسجد بيصلي، يعني بيعمل حاجات لم يألفوها. فانتظر حتى انتهي، فقال يا علي ماذا تفعل أنت ومحمد؟ انتوا بتعملوا ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه الحاجات الرياضية دي، تمارين الصباح ولا بتعملوا ايه؟ فقال نصلي. قال له تصلي؟ أي صلاة هذه؟ قال الصلاة لله الواحد الأحد الفرد الصمد، هذا الإله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله. قال له واللات والعزى؟ قال ليست بآلهة، إنها أصنام أحجار لا تنفع ولا تضر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه ما رأيك يا عمي لو أسلمت؟ طب ما تيجي تقول لا إله إلا الله،
اشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. قال وأصلي هذه الصلاة. عندما مرت سنوات وعلي كان فوق المنبر فضحك، فقالوا ما أضحكك؟ فتذكر هذه الحادثة، قال عندما كنت أصلي أنا ومحمد والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة وفاجأنا أبو طالب، فلما أخبرناه بالصلاة وأن دعوناه إلى الإسلام، النبي دعاه إلى الإسلام، فقال له يا محمد إن دينك دين حسن لولا هذه الصلاة. الصلاة ديت يعني مش عجباني. قال له إيه اللي ما عجبكش فيها يا عمي؟ قال له كيف أضع رأسي على الأرض ومقعدتي أعلى من رأسي؟ يعني إزاي أحط دماغي في الأرض وظهري يبقى أعلى من دماغي؟ فضحك الإمام علي ضحكة شديدة عندما تذكر هذه القصة، على سبب رفض أبو طالب الإسلام، إن هو مش عاوز يحط دماغه في الأرض، وإزاي مقعدته تبقى أعلى من دماغه. وده سبب في استكبار أبو طالب، إن اللي منعه من الإيمان والإسلام هو الاستكبار. ولذلك هذه الطرفة وهذه القصة التي أضحكت الإمام علي عندما تذكرها، لكنها حدثت وعمر الإمام علي 10 سنوات. فقال له يا علي افعل ما تشاء وكن مع ابن عمك ولا تفارقه فهو على الحق. شهادة من أبي طالب بأن دين الإسلام دين حق ودين محمد دين حق. لكن علي بعد ذلك على الرغم من صغر سنه كان له دور كبير في إسلام كبار الصحابة مثل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أن علي كرم الله وجهه حطم أول صنم يحطم من فوق الكعبة المشرفة، وكان علي في شبابه وفي صغره ما زال. تحب تعرف التمثال ده الإمام علي كسره إزاي وطلع فوق الكعبة إزاي من غير ما حد يشوفه؟ تابعنا في الحلقات القادمة لترى كل هذه المشاهد من خلال هذا البرنامج القيم من المؤمنين رجال.